مساء الخير على اخواتي البنات، عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اديكي نصيحه بس جميله قوي. الراجل اللي هترتبطي بيه لو كنت مرتبطه او لسه هترتبطي، الراجل ده 3 حاجات لو موجودين فيه ابعدي عنه نهائي، اوعي تدخليه في حياتك. اول حاجه يعني انه يكون راجل بخيل. البخيل ده وحش في كل حاجه، وحش حتى في نفسه، بخيل حتى على نفسه في كل حاجه. والله العظيم مش هيبقى بخيل عليك انت بس. رقم اتنين لسانه الطويل، اسلوبه وحش. لو كان بقى مع قريبك، لو كان زميلك في الشغل، زميلك في الجامعة، تعرفيه معرفة سطحية، طبعا هتبقى عارفة اسلوبه الوحش بيوصله لقلة الادب معاكي ومد الايد والغلط في اهلك والغلط فيكي قدام اي حد. عمره ما هيحترمك، عمره. دي رقم 2. رقم 3 ان هو يكون عديم الشخصيه. تعرفي منين بقى ان عديم الشخصيه؟ يعني لما تاخدي رايه في حاجه او ما تتكلمي في حاجه يقولك ايه، خلاص ماشي سيبيني كده افكر وارد عليكي. طب هو انت ايه رايك في الحته دي؟ مهزوز، ما عندوش شخصيه ان هو ياخد القرار ويقولك. اوعي، هتندمي ندم حياتك، مش هتحسي بيه دلوقتي. حتى لو انت معجبه بشخصيته او بتحبي فيه بعض حاجات، اوعي هتندمي. 3 حاجات اوحش حاجه في الدنيا في الراجل لما بيكونوا موجودين فيه. عمرك ما هتغيريه حتى لو هو بيعبدك، لو هو